مكافأة الفنون الفن الأبياني الأصيل إلى التفاصيل. جديدة يفتحها فنانو محافظة أبين بعد أن غيب الفن الأبياني لسنوات أثناء دخول العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة فيها بالإضافة إلى ظروف أخرى. هذه الصفحة بدأت بإشهار جمعية فناني أبين ككيان يجمعهم ويلم شعثهم بعد أن تشتت حرصا منهم في الحفاظ على لون الفن الأبياني المميز ونكهته الأصيلة. هذا الفنانين هم الذين سوف يظهرون ما يتقرب العراق والغني في أبداعاتهم وفي كلماتهم في الشعر حقهم. من الوزير أو المحافظ أو الرئيس أن ينهض من شبابنا الذين هم الآن مبدعين ولا أحد ينظر إليهم. دور الفنانين سيعمل جاهدا إلى إنجاح المبدعين والإبداع في محافظة أبين، وطبعا قاموا محافظة أبين فنانيها ومسرحيها وتشكيليها فنان تشكيليين على إنجاح عمل الحوار، وساعدوا على مخرجات مؤتمر الحوار، وأبدعوا وقدموا أشياء كثيرة لإنجاح هذا المؤتمر، ومن ضمنها الأوبريت الأخير. هذه الخطوة تعد ضمانا لتحسين أوضاع الفنانين والارتقاء بمستواهم الفني. أبين مليئة بالفنانين، مليئة بالكوادر الفنية المتميزة في جميع المجالات، سواء على الصعيد الأغنية، سواء على صعيد المسرح أو المجالات الأبداعية الأخرى من الرسم، من بالفعل هذا الاهتمام بهذه الجمعية سيتمخض عنه اهتمام بجيل كامل. هذا وقد تم انتخاب الفنان رفان عمر رئيسا لجمعية فناني أبين والمخرج المسرحي علي أحمد خليل نائبا له، بالإضافة إلى 5 أعضاء لقيادة الجمعية الناشئة. بتشكيل هذه الجمعية ها هو الفن الأبياني يعود من جديد إلى مساره السابق بما يسهم في ترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. أمين العتيبة، قناة اليمن، محافظة أبين.